السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب البكالوريا 2027. نرجع معكم بدرس جديد. درسنا اليوم هو النكشات في النهايات. النكشات بالنهايات، هذا الدرس كتير مهم. تمام؟ كتير مهم. ليش؟ هذا الدرس رح يشرح لك ايش في نكشات ممكن تعدي معك بحالات عدم التعيين. تمام؟ يعني اذا ما درست الدرسين يلي اخذناهم على الفاضي. اتفقنا. لهيك اذا اول مرة بتشوف هذا الفيديو روح شوف الفيديوهين يلي نزلتهم قبل ورجع لعندي. خلينا نبلش بالتمرين الاول. عطاني اف الاكس تساوي 2 اكس مربع ناقص اكس ناقص 1 على اكس ناقص 1، وعم بيقول لك خذ لي الليميت عند الواحد. بتروح انت تكتب لي الليميت عندما اكس تسعى للواحد اف الاكس تساوي 2 بواحد 2 ناقص 1 1 ناقص 1 0 على 1 ناقص 1 0 على 0. عدم تعيين. شلون بزيله؟ 0 على 0 عدم تعيين. قلت لك اذا طلعت معي 0 على 0 بضرب عيني بالتابع. فيه جذر؟ لا. فيه ساين او كوساين؟ لا. معناها ايش بعمل؟ طبيعي بدي احلل البسط واحلل المقام. طيب انا بدي اكتب البسط لحاله 2 اكس مربع ناقص اكس ناقص 1. هذا شلون بدي احلله؟ طيب بصير بالتحليل المباشر. انا عطيت بالافكار، قلت لك بفتح قوسين، بحط هون اكس هون اكس، وبرسم كلمة جسم يعني شي جداء واحد ومجموعه ناقص 1. بس في ملاحظة صغيرة. شوف هون الاثنين انه الاكس مربع الى امثال. قال من كان الاكس مربع له امثال مرفوض التحليل المباشر. مرفوض يعني ما خلص هي الطريقة انساها. من كان للاكس مربع امثال ما بتعمل له تحليل مباشر. من كان للاكس مربع جنبه عدد جنبه امثال بتروح فورا عدلته. تمام هي خلصنا منها. يلا عدلته. مين ما بيعرف دلتا؟ الاي بي سي. شد الاي هي امثال الاكس مربع يعني 2. مين البي؟ هي امثال الاكس يعني ناقص 1. مين السي؟ كهنه يلي لحالها هي ناقص 1. قانون الدلتا. يلا دلتا تساوي بي مربع ناقص 4 اي بي سي. ممتاز. يلا البي، شد البي ناقص 1. ناقص 1 للتربيع هي 1 ناقص 4 شقد الاي 2 شقد السي ناقص 1. حلو. يلا الواحد نزلته. بنشر الناقص بالزائد، ناقص بالناقص هي زائد. 4 ب2 8 ضرب 1 كمان 8 فتساوي 9. طيب حلو. الدلتا تساوي 9 يعني أكبر من الصفر. معناتها كم حل لها؟ لها حلان. وإيش هي جذر الدلتا؟ جذر التسعة هي 3. يلا الحل الأول بروح بسميه x1 تساوي ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a. يلا بعوضها فورا. بروح بقول له x1 تساوي ناقص b. شو قد البي؟ هي ناقص 1 وعندي ناقص صارت زائد 1 ناقص جذر دلتا. شو قد جذر الدلتا؟ هي 3 على 2 ضرب A. شد ال A عندي اياها 2 ضرب 2 هي 4. حلو. 1 ناقص 3 ناقص 2 على 4 وناقص 2 على 4 شو قد؟ هي ناقص 1 على 2. هي كلياتها x1. طيب بدي اطالع الاكس 2. x2 تساوي ايش قانونها؟ ناقص b. انا هون ايش حطيت؟ هون مو حطيت ناقص، هون بحط زائد جذر دلتا على 2a. حلو. يلا بعوض. ناقص بي. شو قد البي عندي اياها؟ ناقص 1 وعندي ناقص صارت زائد 1 زائد جذر الدلتا لك هنا طالعتها 3 على 2a. شو قد الاي عندي اياها؟ 2 وعندي 2 2 ب 2 4. 1 زائد 3 4 على 4 هي 1. خلصت؟ لا، انا كل هذا عم بطالع بس الاكس 1 والاكس 2.
طيب حلو، ركز معي. بروح بفتح قوسين. انا مو قلت لك عم بحلل البسط؟ انا كل هاد بيرك بس عم بحلل البسط ها. بس انا لاحظت انه جنب الاكس مربع له امثال. لاحظت جنب الاكس مربع له امثال. ما عملت تحليل مباشر، رحت عملتها على دلتا. يلا هلا فتحت قوسين. ايش الحل الاول اللي طلع معي؟ الاكس واحد شو طلعت معي؟ هي ناقص نص. والاكس 2 طلعت معي واحد. يلا بروح. انا مو اكس واحد طلعت معي ناقص نص، خليني اكتبها هيك على الزق مشان تفهم علي. اكس واحد طلعت معي ناقص نص. طيب الناقص نص اذا نقلتها للطرف الثاني بده يصير عندي اكس زائد نص. بروح بكتبها باول قوس. تمام تمام. طيب الاكس 2 شو طلعت معي؟ واحد. بروح بقول له انه الاكس 2 طلعت معي واحد. نقول الواحد للطرف الثاني، فالاكس ناقص واحد تساوي صفر. معناتها بروح بقول له انه هون اكس ناقص واحد. تمام لهون؟ يعني انا مو طلعت معي ناقص نص وواحد، رحت حطيت اكس اكس. ايش اشارة النص؟ هي ناقص، بس عكوس اشارتها بعملها اكس زائد نص. هون الواحد ايش اشارته؟ موجب، بس عكس لي اشارتها بجوات القوس، صارت ناقص واحد. ليش انا عملتها هيك؟ انا عم بحلل. ايش يعني تحليل؟ قلت لك اياها بالدرس السابق. يعني عمل لي اياها اقواس. خلصت؟ لا، قول انا بدي اختبر جوابي صح. انا بدي اختبره جوابي صح. تعال ننشر. تعال ننشر. تعرف تنشر؟ اكيد بدك تعرف. الاول بالاول اكس مربع، الاول بالثاني ناقص اكس، الثاني بالاول نص اكس، الثاني بالثاني ناقص نص. جميل جدا. يلا نجمع الحدود المتشابهه. الاكس مربع على حوله، هي الاكس مربع، ناقص اكس وزائد نص اكس. يعني كانه عم بقول لك ناقص واحد وزائد نص شقد؟ هي ناقص نص. يعني ناقص نص اكس، وعندي الناقص نص على حوله. طب انا بدي اسالك، انا هذا لو ضيربه ببعضه مو لازم يطلع معي نفس البسط، نفس التمرين يلي انا صار لي ساعه عم بحلله؟ لازم يطلع معي نفسه. يعني هاد اكس مربع ناقص نص اكس ناقص نص، مو لازم يطلع معي 2 اكس مربع ناقص اكس ناقص واحد. طيب انا شلون بدي اعمله نفسه؟ شلون هذا بدي اعمله نفسه؟ اضربها بس باثنين. يعني بده يصير عندك 2 اكس مربع ناقص 2 ضرب 1 على 2 هي 1، صفى عندي اكس ناقص 2 على 2 1. طلع نفسه ولا ما طلع نفسه؟ طلع نفسه. معناتها هي العلاقة إذا بعرفها هيك غلط. معناتها إيش بحط له؟ بس بحط له رقم واحد يلي هو بضربه باثنين بس. تمام تمام. ما خلصت. أنا لحد الآن ما خلصت. حللت البسط. المقام في داعي أحلله؟ لا، عرف لي إياه لحاله. طيب خليني أكتب البسط. بروح بقول لك الاثنين بدي انشره بالقوس الاول. ايش بده يصير عندي؟ 2 اكس زائد 1. الاثنين ضرب اكس 2 اكس، 2 ضرب نص هي 1. بنشره بس بقوس. ها انتبه، الاثنين بنشره بس بقوس واحد، يعني بس بهاد او بهاد ما بيأثر. انا نشرتها بس بالاول. ضرب القوس الثاني على حوله اكس ناقص 1 على المقام. انا ايش عندي اياه؟ اكس ناقص 1. حلو. شوف ما احلاها هدول. باي باي. ايش ضل عندك؟ 2 اكس زائد 1. انا ايش عم بعوض؟ عم بعوض الواحد. يلا عوضها. 2 هي 2 فتحت قوس، شيل كل اكس حطها 1 زائد 1. 2 ضرب 1 2 زائد 1 وتساوي 3. هذا بس التمرين الاول. يلا على التمرين الثاني. يلا نكمل على التمرين الثاني. شوف شايفين؟ اف اكس تساوي اكس على تحت الجذر اكس زائد 90,000 ناقص 300. عم بيقول لك خذ الليميت عند الصفر. يلا عوض لي الصفر، بده يطلع مع صفر على صفر زائد
90,000 هي 90,000. جذر 90,000 هي 300 ناقص 300 صفر على صفر. عدم تعيين. حلو. قلت لك طلع بس عم بعيده وبكرر. طلع معك صفر على صفر، بضرب عيني على التابع. شوف ايش فيه. طلع معك صفر على صفر، ضرب عينك على التابع. شوف ايش فيه. فيه جذر. حلو. فيه جذر معناها مرافق. خلص. يلا شلون اضرب بالمرافق؟ ركز معي. احط كسر. اتفقنا كسر اضراسك. انا الجذر عندي اياه بالمقام، اكتب لي اياه مره. اكس زائد 90,000 كبرت الجذر شوي ناقص 300. هذا أول قوس. بروح بفتح القوس الثاني جنبه والقوس الثالث فوق، وما بنسى طلع ما بنسى انه بالبسط عندي اكس. تمام. يلا هون بدي اكتب التمرين نفسه. جذر اكس زائد 90,000، بس ايش الفرق؟ الاشاره مو هون ناقص، بعمل زائد 300. هي نفس الحكي هون، بحط جذر اكس زائد 90,000. ايش الاشاره الاساسيه عندي؟ يعني ناقص، بحطها زائد 300. طيب حلو. بعد المرافق دائما وابدا، دائما ايش بعمل؟ عندي مطابقه دائما. يلا البسط على حاله. البسط على حاله اكس، هي الاكس هنا. منين جبت هي الاكس؟ هي نفسها بالبسط، هي نفسها اكس. يلا تحت الجذر اكس زائد 90,000 زائد 300. سكرت القوس. على يلا المطابقة شو بتقول لك؟ مربع الأول ناقص مربع الثاني. منين جبت هي الناقص؟ من أصل القانون. تمام. مين الأول؟ طب تعال أحط لك الأول عشان ما تضيع مني. هي الأول وهي الثاني. مربع الأول ناقص مربع الثاني. أنا قلت لك هي كلياتها أول. قلت لك إنه هذا الأول إيش إله؟ إله جذر. مربع الأول راح الجذر، يعني بكتبه إكس زائد 90,000 ناقص من أصل القانون. مين الثاني؟ 300. شو مربع ال 300؟ هي 90,000. شوفها ما أحلاها. زائد 90,000 مع ناقص 90,000. باي. الصفر عندي تحت بالمقام إكس. الإكس مع الإكس باي. إيش ضل عندي؟ هدول. بتعوض فيهم الصفر بتطلع لك جواب. ما رح اعوض لك اياهم، عوضهم انت. تمام. على التمرين الثالث. يلا على التمرين الثالث ركز معي. اعطاني اف الاكس تساوي اكس زائد 1 على تحت الجذر اكس مربع ناقص 1. عمل لك خذ لي الليميت عند الناقص 1. راح ضفت له ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للناقص 1. ناقص 1 وزائد 1 صفر. عايد ناقص 1 للتربيع هي 1 وناقص 1 صفر، وجذر الصفر هي صفر. طلع معي صفر على صفر. وين تضرب عينك؟ على التابع. شوف ايش فيه جذر. حلو، يعني مرافق. بس في شغله انه انا المرافق متعود عليه شلون؟ مثلا جذر الاكس زائد 1 ناقص 3، هذا ايش مرافقه؟ قال هذا مرافقه جذر اكس زائد 1 زائد 3. حلو، انا هي بعرفها. بس لو كان مثل هذا الشكل، شوف شو مثلا جذر الاكس زائد 1 قال هذا ايش مرافقه؟ مرافقه نفسه جذر الاكس زائد 1. هذا بس. هاي الفكرة من كل التمرين. يلا خلينا نكمل. شوف ايش بدي اعمل. مرافق يعني كسر قد راسك. يلا وين الجذر؟ بالمقام. بروح بكتبه جذر اكس مربع ناقص 1. انتبه طلع الإشارة ناقص. هاي أول قوس. بحط قوس جنبه قوس فوقه. يلا الإشارة ناقص طلع بدي أحطها جذر إكس مربع ناقص 1. الإشارة ما تغيرت. طلع هون لما قلت لك جذر الإكس زائد 1 هي جذر الإكس زائد 1.
اما ايمتى بغير الاشاره؟ لما تكون جذر الاكس زائد 1 ناقص 3 صارت زائد 3. تمام تمام. يلا يعني هون مو جذر الاكس ناقص 1 كمان نفسه جذر الاكس مربع ناقص 1. ما بنسى بالبسط ايش كان عندي؟ كان عندي الاكس زائد 1. انا هي ما بنساها. يلا بعد المرافق دائما وابدا ايش عندي؟ عندي المطابقه. وين المطابقه رح اعملها؟ بالمقام. يلا البسط على حاله. البسط على حاله. جذر اكس مربع ناقص 1 بفتح قوس اكس زائد 1 على المقام. عندي مطابقه خلص. يعني هي ايش مربع؟ اكس مربع ناقص 1 بس. عفوا بس ها هي. يعني انا بربع بس وحده. انا بربع بس وحده. يلا طيب شوف بالمقام. انا بدي اسالك سؤال. شوف بالمقام اكس مربع ناقص 1 ما فيني احللك؟ فيني احللك. يلا جذر اكس مربع ناقص 1 باكس زائد 1 على. شوف المقام اكس مربع ناقص 1 اعطيتك اياها هداك الدرس. احط اكس مره ناقص مره زائد 1. شوف ما احلاها. طيب شوف باي باي هدول باي باي. يلا عوض لي الناقص 1. عوض الناقص 1 وظيفة لك تورجيني اياها على الواتس. تمام. طبعا هدول الافكار كلياتهم انا شارحهم بالدورة الالكترونية. بامكانك تتواصل معي على الواتس مشان تسجل عليه. التمرين اللي بعده ضل عنا اخر تمرينين. هذا التمرين الاول وتمرين ثاني خالص. بس هذا التمرين يعتبر يعني من العيار الثقيل. شوف ليش. اعطاني اف اكس تساوي 2 ناقص جذر 3 اكس ناقص 2 على جذر 2 اكس زائد 5 ناقص 3. عم بيقول لي خذ لي الليميت عند الاثنين. طيب حلو. انا من عندي هلا بده يطلع معي صفر على صفر. عدد ثاني. طيب صفر على صفر ضربت عيني على التابع. ايش عملت؟ عندي جذر. بس الجذر عندي جذر بالبسط وجذر بالمقام. هلا بالتمرين اللي قبله كان عندي جذر بس بالمقام. لهيك اخذت المرافق بس للمقام. تمام. لما يكون عندي جذر بالبسط باخذ مرافق البسط. هون عندي بالبسط وبالمقام ما بدي اخذ مرافق البسط ومرافق المقام بنفس السطر. شوف شلون رحت. هذا مو بدي كسر اضراسك. اضراسين من راسك. طيب يا رب يوسع. طيب حلو. التمرين شايفه بحطه على حاله. يا صدر الخطي انتوا حاولوا تكبروا الصورة. يعني اعمل هيك زوم وقرب على السطر. ركز معي. فتحت قوس يا صدر الخطي. ها 2 ناقص جذر 3 اكس ناقص 2 على فتحت قوس جذر 2 اكس زائد 5 ناقص 3. هذا التمرين هذا يعني ما عملت شيء. ها طلع البسط كتبته. طلع المقام كتبته. طيب أول شغلة بدي أبلش بمرافق البسط أخلص منه. بدي أبلش بمرافق البسط. انتبه ايش عم بحكي. يعني شايفوا هذا البسط بكتبه مرة جنبه مرة تحته. يلا هي فتحت قوسها 2 زائد غيرت الإشارة جذر 3 اكس ناقص 2 وتحت فتحت قوس 2 زائد جذر 3 اكس ناقص 2. خلصت من مرافق البسط. برجع بعيده. ركز. هذا أول قوس وهذا أول قوس. هدول منين جبتهم؟ التمرين نفسه. هدول القوسين التمرين نفسه. طيب هذا القوس وهذا القوس منين جبتهم؟ هو مرافق البسط. يعني هو 2 ناقص ايش عملت؟ 2 زائد 2 زائد. خلص من مرافق البسط. تمام. ضل عندي مرافق المقام. يلا واحد جنبه واحد فوقه. يلا بكتب الجذر على حوله. جذر 2 اكس زائد 5. ايش عندي؟ ناقص 3. ايش بعمله؟ زائد 3. سكر لي القوس. نفسه بكتبه فوق. نفسه. جذر
2 إكس زائد 5 زائد 3. حلو. ما بعرف إذا واضح عليكم، حاولوا يعني تزوموا على الكسر. بعد المرافق دائما 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 إيش عندي؟ عندي مطابقة. أو لكم شغلة لا تزوموا، اكتبوها على ورقة. تمام، اكتبوها على ورقة وامشوا معي. يلا عندي مطابقة. المطابقة الحدود اللي بتشبه بعضها. شلون يعني؟ يعني 2 ناقص جذر 3 إكس ناقص 2. عم بدي أعمل مطابقة مع 2 زائد جذر 3 إكس ناقص 2. طلع يعني نفس الحدود، هذا نفسه لهذا الحد. تمام. اما ما بعمل مطابقه مع 2 اكس زائد 5 زائد 3، اكيد لا، هذا تبع المقام. يعني طلع المقام جذر 2 اكس زائد 5 ناقص 3. ما بدي اعمل لها مطابقه. هاي ما بدي اعمل لها مطابقه مع جذر 2 اكس زائد 5 زائد 3 مع اللي بتشبهها. بس يعني انا بعمل لها مطابقه مع اللي بتشبهها. المطابقه ايش بتقول؟ مربع الاول ناقص مربع الثاني. مين الاول؟ هو 2. يلا ايش مربع الاثنين؟ 4 ناقص من اصل القانون مربع الثاني له جذر، هو جذر 3 اكس ناقص 2. روح التربيع مع الجذر، صف عندي 3 اكس. 3 اكس انتبه، هي 3 اكس ناقص 2. عملتها مربع الاول، الاثنين مش مربع 4 ناقص من اصل القانون مربع الثاني 3 اكس ناقص 2 له جذر. راح تربيع مع الجذر، صف عندي 3 اكس زائد 2. مين جبت الزائد؟ اللي بيعرف يكون يعني مختمة. مين جبت الزائد؟ قال هي الناقص مو من أصل القانون، فانتشرت على الحد اللي بعده. أنا الحد اللي بعده إيش عندي؟ 3 إكس ناقص 2. انشر لي الناقص صارت ناقص 3 إكس زائد 2 بس. تمام. هذا راح كله من المصلحة معه. بكمل القوس يلي ما استعملته، هذول كلهم ضمن قوس، والقوس اللي بعده هو جذر 2 إكس زائد 5 زائد 3. حلو. المقام يلا قلت لك ما بدي اعمل لها مطابقة. هذا القوس مع هذا القوس. عفوا. يلا المطابقة راح اعمل لها مربع الاول ناقص مربع الثاني. مين الاول؟ هذا الجذر. يلا راح تربيع مع الجذر، تربيع الفوق احمر. راح تربيع مع الجذر، صف عندي 2 اكس زائد 5 ناقص من اصل القانون مربع الثاني 3. ايش مربع؟ 9. هاي سكرت عليهم الباب، سكرت عليهم القوس. القوس الثاني اللي ما دقرته هو هذا، اكتب لي اياه على حال. يلا 2 زائد جذر 3 اكس ناقص 2. جميل جدا، ممتاز. سكرت القوس. خليني هيك اظبط منظره، بس ما بدي اعمل شيء. يعني 4 زائد 2 6. خلص بروح بقول له 6 ناقص 3 اكس بس، والباقي على حاله. هاي على حاله جذر 2 اكس زائد 5 زائد 3 على المقام. ظبط لي منظره بس مو اكثر. 2 اكس افتح قوس 5 ناقص 9. 5 ناقص 9 هي ناقص 4. سكرت القوس والباقي على حاله. 2 زائد جذر 3 اكس ناقص 2. سكرت القوس. طيب اختصارات معمولي. 6 ناقص 3 اكس و2 اكس ناقص 4 بالمقام. ما عندي اختصارات. طيب هذا من البسط. 6 ناقص 3 اكس 6 ناقص 3 اكس. ما عندي عامل مشترك، عندي الثلاثة عامل مشترك. خليني اسحب الثلاثة بس من هذا القوس. هاي الثلاثة، فتح القوس. 3 سحبتها، الستة صارت 2 ناقص الثلاثة سحبتها ضل عندي الاكس، وهذا الواي كلياته لحاله. افتح قوس جذر 2 اكس زائد 5 زائد 2 على المقام.
شوف شو عندي 2 اكس ناقص 4. عندي شيء اسحبه؟ عندي الاثنين. رحت سحبت 2 عامل مشترك وفتحت قوس. يلا انا سحبت الاثنين، ايش ضل عندي اكس ناقص، هي اكس ناقص الاربعة اللي سحبت منها 2، ايش ضل 2. فتحت قوس هي على حالي 2 زائد جذر 3 اكس ناقص 2. ممتاز. هلا انا هون عندي 2 ناقص اكس وهون عندي اكس ناقص 2، يعني هن عكس بعض. طيب اذا سحبت الناقص من البسط ما بصير نفسها، تعال نسحب ناقص، خلينا نجرب. سحبت الناقص الثلاثة على حوالي، افتح قوس. سحبت الناقص يعني انعكست، يعني صارت اكس ناقص 2. سحبت الناقص بس انعكست والباقي على حاله. بجذر 2 اكس زائد 5 زائد 2 على، هي كلياتها على حالها بالمقام 2 بإكس ناقص 2 ب2 زائد جذر 3 إكس ناقص 2. شوفت إكس ناقص 2 مع إكس ناقص 2 باي باي. إيش ضل عندي؟ ناقص 3 على 2 وهي على حالها جذر 2 إكس زائد 5 زائد 2 على 2 زائد جذر 3 إكس ناقص 2. بتعوض فيها تمام؟ طبعا هدول مضروبين. تعوض فيها الاثنين، بتشيل الاكس بتحط 2 تمام، بيطلع معك الجواب. حلها وبعت لي الحل على الخاص على الواتس، بعيدها هيك بشكل سريع. طلع معي 0 على 0. عندك جذر بالبسط وجذر بالمقام. حلو، رحت ضربت بمرافق البسط ومرافق المقام، شوي شوي ضربتهم، عملت كسر كبير. كتبت التمرين على حاله، قلت لك هذا القوس وهذا القوس هو التمرين على حاله، كون هذا هو نفس البسط وهذا هو نفس المقام. كتبتهم هون، كتبته نفسه بس إشارة زائد. تمام، غيرت إشارة، هذا مرافق البسط، وهون غيرت إشارة حطيت زائد. نفس الحكي مع المقام، مرة جنبه ومرة فوقه. حلو. بعد المرافق قلت لك دائما عندي مطابقة، بس هون انتبه على شغلة. لما عملت المطابقة هي الأول مربع 4 ناقص مربع الثاني، بس الناقص دخلتها لجوا، الناقص دخلتها لجوات ال 3 اكس، دخلتها لجوات الناقص 2. تمام، يعني صار الزائد 2 والباقي كمان على حاله. عملت تحت المطابقة نفس الحكي، جمعت الحدود المتشابهة، سحبت من البسط 3 عامل مشترك، سحبت من المقام 2 عامل مشترك. لاحظت انه هون عندي 2 ناقص اكس وهون عندي اكس ناقص 2. لما تشوف هيك حالة، لما تشوف هيك شكل، يعني لما تشوفهم بس عكس بعض، بس عكس بعض بالإشارة، لحالك تسحب إشارة الناقص عامل مشترك فورا. اختصر الاكس ناقص 2 مع الاكس ناقص 2، بعدين عوض. بتعوض وبتبعت لي الجواب على الواتس بدي اشوفه. تمام. التمرين الاخير ضل عنا، التمرين الاخير خالص، هذا اخر تمرين. ركز معي، حاول تحله لحالك، حاول تحله لحالك لاني سهل بصراحة. يعني وقف الفيديو، قرب على التمرين، زوم على التمرين، شوفه. يعني 90% لازم تعرف تحله. ركز معي. عامل لي جذر 2 اكس مربع زائد 3 ناقص جذر 2 اكس مربع ناقص 5. خذ الليمت عند الناقص ثاني هاي. حلو، عوض الناقص ثاني هاي، ناقص ثاني هاي للتربيع هي زائد ثاني هاي، عندي هون ناقص صارت زائد ثاني هاي ناقص ثاني هاي. زائد ثاني هاي ناقص ثاني هاي، ايش لازم اعمل؟ زائد ثاني هاي ناقص ثاني هاي، ايش لازم اعمل؟ لازم اذا كان اتذكر القاعده، اذا كان الجذر المسيطر نفس اللي برا اضرب المرافق، غير اللي برا نخرج عامل مشترك. مين المسيطر؟ 2 اكس مربع. ايش الجذرة؟ هي جذر 2 اكس مربع. كيف يعني؟ هي 2 اكس مربع الجذرة، بس الجذرة صار الجذر 2 اكس مربع. كيف هي 2 اكس مربع، هذا المسيطر. ايش جذرة؟ هي جذر 2 اكس مربع، يعني الجذر المسيطر نفس اللي برا. معناها ايش بروح بعمل؟ بالمرافق. يلا بروح بحط كسر. التمرين على حاله، جذر
2 اكس مربع زائد 3 ناقص جذر 2 اكس مربع ناقص 5. سكرت القوس، احط قوس جنبه قوس تحته. يلا القوس اللي جنبه نفسه بس بدي احط اشارة زائد بالنص، نفسه بس بدي احط اشارة زائد بالنص. تمام. وتحت جذر 2 اكس مربع زائد 3 كمان الاشارة بالنص هي زائد 2 اكس مربع ناقص 5. حلو. وين المرافق؟ اخذت انا مرافق القوس، معناتها بقول له مربع الاول ناقص مربع الثاني. مين الاول؟ هو جذر 2 اكس مربع زائد 3. روح تربيع مع الجذر، صفى عندي 2 اكس مربع زائد 3. الناقص من اصل القانون، الناقص من اصل القانون. مين الثاني؟ هو جذر 2 اكس مربع ناقص 5. راح التربيع مع الجذر، صار عندي 2 اكس مربع، انا هون ما عندي ناقص 5 صارت زائد 5. نفس هذيك الفكره، نفس هذيك الفكره. تمام. يعني بس نشرت الناقص، المقام على حال 2 اكس مربع زائد 3 زائد جذر 2 اكس مربع ناقص 5. شوفها 2 اكس مربع مع ناقص 2 اكس مربع 3 و5 8. 8 على جذر 2 اكس مربع زائد 3 زائد جذر 2 اكس مربع ناقص 5 عدد على نهاية وتساوي الصفر. لأن عم بعوض اللا نهاية، عدد على نهاية تساوي الصفر. هيك خلصنا اليوم. الله يعطيكم ألف عافية. بتمنى إنه الكل يتابع معي. التمارين اللي عم بنزلها هامة. نكشات اليوم كان كلياته نكشات. الدرس الجاي راح يكون لدراسة حالات عدم التعيين للتابع المثلثي، رح نناقش فيها كل الحالات. أنا متأكد إنه يعني ما بعتقد حدا ناقشها من قبل طابل، يعني أول مرة رح تنزل، فكتير هامة كتير ضرورية. طبعا أنا شارحها بدوراتي الإلكترونية. تمام. كل اللي عليك مشان تسجل الدورة الإلكترونية شرح فيها كل الأفكار، إنك تتواصل معي على الواتس تقولي إنه بدك تسجل بس. الله يعطيكم ألف عافية. تابعوني على كل القنوات، على التليجرام والإنستا وعلى الواتس. والله يعطيكم ألف عافية. سلام.